يكفون عن وجوههم النار حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن أحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والسامعين من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، يقولون العبودية أو العبادة منهج حياة. قلت بل العبادة هي الحياة. العبادة هي الحياة. هذا هو الموضوع الذي سأطوف مع حضراتكم تحته، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظنا من أفعالنا أقوالنا، وألا يجعلنا جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ثم يلقى به في النار. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين الذين بشرهم الله عز وجل، فهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه المحكم بأن يذكر الناس بغاية عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى في محكم
محكم التنزيل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بأي شيء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وبأي شيء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين؟ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنها الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل السماوات والأرض. الكل يعلم هذا، وهذه الآية يحفظها الكبير والصغير، بل يحفظها المتعلم ويحفظها الأمي الذي لا يجيد القراءة ولا الكتابة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ما قلت له ما الغاية التي من أجلها خلقك الله عز وجل، لماذا أوجدك الله سبحانه وتعالى، فالخلق أصل الإيجاد. وما خلقت الجن والإنس أي ما أوجدت الإنس والجن إلا ليعبدون. وانظر إلى هذه الكلمة إلا ليعبدون، فإنها توضح الحكمة التي من أجلها خلقك الله عز وجل. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا نعيش في مجتمع فهم كثير من الناس العبادة على أنها مجموعة من الشعائر والطقوس والعبادات تؤدى في المساجد بحسب؟ نعم، إننا نعيش في هذا المجتمع الذي يعيش الناس فيه في المسجد بوجه ويعيشون في خارج المسجد بألف وجه. لماذا فصل الناس العبادة بين طاعة الله عز وجل في بيوته وبين طاعة الله عز وجل خارج البيوت؟ لماذا نظن أن العبادة هي عبارة عن مجموعة من الشعائر والطقوس والعبادات أشبه بالنصارى؟ لماذا نظن هذا؟ إن العبادة هي الحياة. لا أقول العبادة منهج الحياة، إنما العبادة هي الحياة. أيها الحبيب، إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه حكاية عن أقوام أنه سيوبخهم يوم القيامة. فقال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم: قال يا أبت لا تعبد الشيطان. ما وجدنا أحدا في هذا الزمان ولا في الأزمنة الغابرة أنه كان يرفع للشيطان ويسجد أو ينذر إليه أو يتصدق له. ما وجدنا أحدا يتوكل على الشيطان ولا يرجو فيما في أيدي الشيطان. لكنك إذا نظرت بعين البصيرة قبل البصر لوجدت أن طاعة الشيطان قد استحكمت في قلوب كثير من الناس. من أجل هذا فرق علماؤنا بين الانقياد الظاهر الذي هو فعل الجوارح وبين الانقياد الباطن الذي هو فعل القلب وعمله. لهذا إذا أردت أن تعرف أأنت من عبدة الرحمن أم أنت من عبدة الشيطان، فانظر إلى نفسك حال الأمر والنهي. انظر إلى نفسك حال الأمر والنهي. كثير منا قد يطع الشيطان وقد يتبع الشيطان وهو لا يدري. ولهذا فرق كثير من العلماء بين الطاعة وبين الاتباع، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن هاتين الكلمتين في الطاعة وفي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لكن هناك فرق في الحقيقة بين الاتباع والطاعة، كما قال أبو هلال العسكري رحمه الله في كتابه الفروق: فقد يطع الرجل الشيطان وهو لا يصل أن يتبع الشيطان. فإذا أردت أن تعرف أأنت من الأصناف الذين يتبعون الشيطان أم أنت من الذين يتبعون الرحمن، أنا أدلك على قاعدة تعرف بها نفسك.
إذا جاء الأمر أو جاء النهي فوجدت أن الله سبحانه وتعالى أمر بشيء أو نهى عن شيء أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فانظر إلى نفسك حال اتباع الأمر والنهي. فمثلا هؤلاء الناس الذين يستهينون بشرب الدخان أو بالنظر إلى المحرمات أو بالغيبة والنميمة، وأنا لا أذكر الكبائر التي تعارف عليها الناس، فإن الناس الآن تعارفوا على أنه طالما أنه لا يفعل الكبيرة فإنه لا يعصي الله عز وجل. عندهم أن الكبيرة سرقة زنا، عندهم أن الكبيرة شرك، عندهم أن الكبيرة مثلا أكل أموال اليتامى إلى آخره. هذه كبائر تعارف الناس عليها. أما ما دون ذلك فإنهم يظنون أنهم يبتعدون عن معصية الله عز وجل. لهذا إذا أردت أن تعرف أأنت من عبدة الرحمن أم أنت من عبدة الشيطان فانظر إلى نفسك. حال كونك تنظر إلى الحرام فأنت من عبدة الشيطان لا من عبدة الرحمن. أنت حال كونك تشعل السيجارة فأنت من عبدة الشيطان لا من عبدة الرحمن. أنت حينما تتكلم بالغيبة والنميمة وتقع في عرض إخوانك وتقع في عرض العلماء فأنت من عبدة الشيطان لا من عبدة الرحمن. ولهذا قال أنا أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون. نعم، يوجد كثير من الناس يعبدون الشيطان في زماننا هذا، وقد ظهرت فرقة أول بعض الشباب وسببهم الإعلام بأنهم من عبدة الشيطان. هؤلاء الشباب التافه الذين ظنوا أن الله عز وجل قد ظلم الشيطان يوم أن أمره بالسجود لآدم، فإبليس قاس الأمر بهواه، فظنوا هم أن إبليس من أعظم الموحدين لله لأنه رفض أن يسجد لغير الله عز وجل. فأرادوا هؤلاء أن يعيدوا للشيطان كرامته المسلوبة وأن يعيدوا له حقه الضائع. فماذا صنعوا؟ إنهم عمدوا إلى كل أمر أمر الله به لا يفعلوه، وعمدوا إلى كل نهي نهى الله عنه إنهم يفعلونه. فهم يعلمون أو قل لا يعلمون بل هم جهلة، فكل من عصى الله عز وجل فهو جاهل. فهم أرادوا أن يردوا الشيطان بعض كرامته، فظنوا أنهم بفعل النواهي يردون للشيطان بعض الكرامة المسلوبة. من أجل هذا قلت كل طاعة للرحمن فهي معصية للشيطان، وكل طاعة للشيطان فهي معصية للرحمن. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، كما جاء في الصحيحين. ما وجدنا أحدا أنا أدلل على أن العبادة ليست كما يفهم الناس، شعائر طقوس تؤدى بلا روح وبلا خشوع، تؤدى بلا استحضار القلب ولا بالنظر إلى عظمة الله عز وجل. فيدخل أحدنا الصلاة ربما يلتفت يمينا وشمالا. وسأضرب لكم مثالا بحالنا مع العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم الحديث. ما وجدنا أحدا يركع للدرهم والدينار ولا يسجد، مع أنك تلاحظ أنك في مجتمع غلبت عليه المادة حتى أن أحدهم يقول إذا معيش إيش. بل وجدت من الناس من ينظر إلى المال وكأنه يقول له بلسان الحال وربما بلسان المقال إياك نعبد
وإياك نستعين، فإنه يستعين بالمال على كل شيء، على كل شيء. فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الناس الذين جعلوا كل اهتمامهم وجعلوا حياتهم تنصب على جمع الدرهم والدينار، فقال تعس عبد الدرهم عبد الدينار، فإنه يعبد الدرهم والدينار من دون الله عز وجل. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، وفي الروايات التي لم أقف عليها تعس عبد المرأة. وهذا مشاهد واقع في حياة كثير من الناس، لا سيما الشباب الذين يتعلق أحدهم بامرأة يهواها. أيها الحبيب، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكر لنا في غير حديث أنواع العبادة ذكر حديثا يحفظه الكبير والصغير، فقال كما جاء في الصحيح إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لماذا هذان الاسمان هما أحب الأسماء إلى الله عز وجل؟ لماذا؟ إن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، لأنك حينما تقول يا رب أنا أسمي ولدي، لك نزاع من أهل العلم عبد الله وعبد الرحمن خاصة، ولا عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الحميد عبد الرحيم، نزاع من أهل العلم، لكنهم اتفقوا كما قال ابن حزم رحمه الله على أن أفضل الأسماء ما عبد به الله سبحانه وتعالى، واتفقوا كذلك على تحريم ما عبد لغير الله سبحانه وتعالى حاشا عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمي بذلك، ولأنه حينما سمي عبد المطلب لم يكونوا يقصدون به التعبيد، إنما هي كلمة جرت على لسان قريش أن هذا عبد للمطلب، فجرت الكلمة عبد المطلب. لكنني أقول عبد الله وعبد الرحمن، لماذا؟ لأنك حينما تسمي ولدك عبد الله وعبد الرحمن تقول يا رب بلسان الحال أو بلسان المقال يا رب أنا أعبد ولدي لك، أنا أعبد ولدي لك. ليه؟ لأنك تعلم أن كلمة عبد معناها الذل، معناها الخضوع، أنت تعلم هذا جيدا. طريق معبد أي مذلل، وطئته الأقدام أو وطأته الأقدام. ولهذا قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب: والعبد هو الإنسان طبعا كلمة اسم جنس، هو الإنسان حرا كان أو رقيقا. نعم، الإنسان هو العبد. فلماذا سميت بهذا اللقب أو بهذا الاسم؟ أنت عبد لله عز وجل، شئت هذا أم أبيت. ولهذا أنتم تحفظون أقوال أهل العلم في تعريف العبادة. ما قال أحد من العلماء أن العبادة هي هذه الشعائر. أنا أقول هذا الكلام، لماذا أقول؟ لأننا في زمن يحتاج كل فرد في هذه الأمة إلى داعية يقف بجواره. كل واحد يحتاج إلى داعية أو طالب علم يقف جنبه. ما كل الناس يصعدون على المنابر، وما كل الناس يتحدثون في الناس، وإن تحدثوا لا يسمع أحد. لكن يوجد شرائع كثيرة من المتسننين. فلو أننا طبقنا العبادة كما أمر الله عز وجل لدخل الناس في دين الله أفواجا. ويا أسفي حينما أقول وأقصد بالناس لدخل المسلمون في دين الله أفواجا. لماذا؟ لأننا نتعين ببدعتنا كثيرا
عما كان عليه سلفنا رحمهم الله عز وجل. أقول العبادة أنتم تعرفون معانيها، فقد قال القرطبي رحمه الله: وعبادة الله عز وجل هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هذا التعريف قاله شيخ الإسلام في رسالة العبودية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف جامع مانع. القرآن فيه أسماء جوامع، يعني إذا أردت أن تعرف التقوى مثلا هتجيب أقوال كثيرة لكنها فعل الأمر واجتناب النهي كما قال ابن رجب. إذا أردت أن تفسر البر فهي كلمة تجمع كل خير، كذلك العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذا تبسمك في وجه أخيك صدقة فهي عبادة. إذا إماطة الأذى عن الطريق صدقة هي عبادة. إذا التقى المسلمان فتصافحا فهي عبادة. إذا جامع الرجل زوجته بنية صالحة فإنها عبادة. وعلى هذا فالعبادة ليست هي الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، لكن العبادة كما قلت هي الحياة. قل قولي هذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نريد أن نكون من عباد الله عز وجل، نريد أن نكون من الذين يحققون العبادة لله عز وجل، لا نريد أن نكون من العبيد. فرق بين العبادة والعبودية. العبادة هي الخضوع مع الذل مع الحب، إنما العبودية يدخل فيها من أحب ومن كره. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن: وما ربك بظلام للعبيد. يعني الله عز وجل لا يظلم من ينتسب إليه ولا من لا ينتسب إليه. ما قال وما ربك بظلام للعباد، إنما قال للعبيد، فهو لا يظلم منك شيئا. إذا لابد أن نحقق العبادة كما ينبغي بكمال الحب لله عز وجل وكمال الذل لله سبحانه وتعالى. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. أقول في الخطبة الثانية: كيف حالنا مع العبادة؟ لأنك حتى إن ضربت للناس أمثلة فإن أحدهم قد يعتذر بأنه لا يستطيع أن يؤدي العبادة كما أمر، فيقول لك: إيه مطلوب مني يا عم الشيخ؟ مطلوب مني أصلي. أنا يا أخي مسلم موحد، أنا بصلي وأصوم وأنا حكيت وأنا وأدي الزكاة إن كان معي المال. حينما نقول إن العبادة هي الحياة لا أعني حصر العبادة في هذه الأركان، إنما أعني أن الرجل يصير من عباد الله عز وجل أو هو من عباد الله عز وجل إذا كان موكلا على رؤوس الأشهاد، وإنه من عباد الله عز وجل ولا يخرج عن عبودية الله طرفة عين وإن كان يوضع في غير السجون. لهذا أنت لا تخرج عن عبودية الله طرفة عين. أضرب لك مثالا: لو أن الرجل والمرأة حدث بينهما نزاع، فعلم الرجل أنه عبد لله وعلمت المرأة أنها أمة لله، فتحاكم إلى كتاب الله
وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجدنا النزاع. لو أن الرجل وأخاه حدث بينهما نزاع فتحاكما إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجدنا نزاع. ولهذا يخطئ كثير من الناس حينما يقرأ قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، فيضع الآيات في رقاب الحكام. وإن الآية عامة، إنك قد تتحاكم إلى غير الله وأنت لا تدري، قد تتحاكم إلى كتاب الله وأنت لا تدري. ولهذا هذه الخلافات الموجودة الكثيرة. هل تظن أن الحق يتعدد؟ إن الحق واحد لا يتعدد أبدا، فلا بد أن يكون هناك مخطئون. فلو أننا تحاكمنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجدنا هذا الانفصام النكد الذي تعيشه الأمة الآن. وعلى هذا فقس. فحينما أقول لك هذه الأركان هي التي يتعارف الناس عليها أنها العبادة، انظر معي إلى هذه العبادات نظرة سريعة وقت لا يتسع. نظرة سريعة في الصحيحين البخاري ومسلم في كتاب الإيمان من الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث فيه تأخير وتقديم في الألفاظ. بني الإسلام على خمس، حديث مشهور، بني الإسلام على خمس أو على خمسة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه الأركان. يعني أنا لا أقول لك قيام ولا صيام نوافل، لا نقول لك جهاد، ولا نقول لك دعوة، ولا طلب علم تعلما وتعليما، ولن أقول لك إلا كيف حالنا مع هذه الأركان أو هذه العبادات. فلو نظرت إلى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كل الناس يعرف معناها؟ هل هذا القطاع العريض من المسلمين يعلمون معنى كلمة التوحيد؟ يعلمون شروطها ونوافذها ويعلمون مقتضياتها؟ لا يعلمون هذا. هل يعلمون معنى الكلمة من حيث النفي والإثبات؟ لا يعلمون هذا. فإنهم ربما تجد ناسا من المسلمين يعرفون أن لا إله إلا الله أقل مما يعرفه أبو جهل وأبو لهب. نعم، إن أبا جهل وإن أبا لهب يعلمان من هذه الكلمة أكثر مما يعلمه كثير من المسلمين. نعم، وهذا مشاهد. إنك إلى الآن تجد أن الناس منهم من يطوف بالقبور، ومنهم من يتمسح بالقبور، ومنهم من يشد الرحال إلى هذه المساجد المذكورة. من الناس من يتوكل على غير الله ويرجو غير الله ويخاف من غير الله عز وجل. أنت تجد هذا بعين البصيرة قبل عين البصر. أما تجد ناسا يحلفون بغير الله عز وجل. بعض الناس ساعة بيجي يحلف مثلا بالنبي يقول لا إله إلا الله، الصلاة كده شفناه لا إله إلا الله، أو يقول لك النبي تقول لا إله إلا الله، على أساس أن هذا تجديد للإيمان. من حلف بغير الله عز وجل، يعني من حلف قال اللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، واللات والعزى بس لا أي حلف بغير الله، كما في صحيح مسلم. فأنت لما تقول لا إله إلا الله تطلب منه أن يجدد إيمانه. ولهذا قال العلماء الشرك حتى ولو كان أصغرا من أكبر الكبائر. تعالى تبقى واحد إن الحالف بغير الله والنبي أشد من الزنا. شوف بقى الصلاة ازاي ويتعجب تماما زي ما يقول الناس بتوع الحضارات دولت والبدع بتوع الموالد، تقول لهم اللي قاعدين امام الراقصات وامام الافلام العاليه افضل منكم. ازاي دول افضل مننا؟ فكان احنا
قاعدين نذكر الله وقاعدين نحتفل في ميلاد الرسول وميلاد فلان وعلان. هذه مفاهيم مغلوطة وجدت في هذا المجتمع تحتاج إلى جيوش جرارة من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل حتى يصححوا هذه المفاهيم، حتى أن بعض هذه التيارات تظن أن أمر التوحيد إنما هو توحيد الحاكمية. هم يجهلون كل معاني التوحيد ويجعلون التوحيد محصورا في هذا التوحيد الذي هو توحيد الحاكمية. وما قال أحد من السلف في هذا التوحيد إنما هذه كلمة لا إله إلا الله التي من أجلها قامت السماوات والأرض وخلقت الجنة والنار وخلق الله عز وجل الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون كما قال علي رضي الله تعالى عنه. هذه كلمة التوحيد. انظر إلى كلمة الاتباع لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الله لقد طفت مساجد كثيرة وسألت هذا السؤال بين طلبة العلم وبين ما يطلق عليهم طلبة العلم عوام الناس. قلت من يأتيني باسم النبي صلى الله عليه وسلم كاملا؟ من يأتيني باسم محمد صلى الله عليه وسلم كاملا؟ أليس النبي هو المتبع؟ أليس هو حبيبنا؟ أليس حينما قام كافر ورسم رسما مريضا من مخيلته ومن خياله المريض حط على الرسم كده قنبله برضه من خياله المريض وقال لي ده محمد. الدنيا ما عادتش. أما العلماء الراسخون فقالوا مالنا ومال المسألة دي؟ مالنا ومال المسألة؟ هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة دي يا جماعة واحد حقيقة كده من خيال المريض مش ده صورة النبي عشان نقول ده رسم النبي. فهذا لا يجوز. قلت هذا لا يجوز. لا مالناش دعوة واحد المسألة دي. القصة دي مالناش دعوة بيها خالص. تقول لك ده احنا عاملين مظاهرات النبي ما تشوفوهوش ايه يا عم الشيخ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث معه نفس ما يقولون الآن. كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله مذمما، لعن الله مذمما، أصاب الله مذمما. فقال كما في صحيح مسلم ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش وسب قريش؟ يلعنون مذمما ويسبون مذمما وأنا محمد ما لنا بقى أنا مالي من هم بيقولوا لعن الله مذمما، أنا مش مذمم، أنا اسمي إيه؟ اسمي محمد. كذلك احنا نقول الصورة دي صورة من خيال المريض حط تحته اسم أو فوق اسم وقال لي ده محمد. ده صحيح نقول ده محمد؟ نقول ده محمد مش هو محمد. لو واحد رسمك انت بشخصك كده وحطك وشتم اعمل اللي انت عايزه، انما جاب صورة واحد تاني خالص وحط اسمك انت مالك ومال السلام. عشان كده اقول محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج مننا اكثر من ذلك. اننا في زمان ما زال كثير من الناس يستنكر بل ويستكبر عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الظاهر وفي هذه الباطن. فهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم يكفينا ان الله سبحانه وتعالى قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اذا اردت ان تنظر الى الركن الثاني من اركان الاسلام اقام الصلاه، هل نحن نصلي ايها المتعبدون ايها الناس؟ هل نحن نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ انه قال كما في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رايتموني اصلي. فهل نحن نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت تجد ان الناس بعضهم لا يقيم الركوع ولا السجود. وقد جاء في السنن والحديث رواه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده في الصلاة فقال
لو مات هذا لمات على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية فلما فرغ الرجل من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما صليت ولو مت على هذا لمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. انت لهم تقوم الناس بتصلي شغالين كده معروف ان الطمأنينة ركن في كل ركن من اركان الصلاة. يعني كل ركن من اركان الصلاة الطمأنينة فيه ركن. الطمأنينة ركن على الرجل من اقوال اهل العلم كما هو مذهب الامام احمد واختيار ابن تيمية وابن القيم، خلافا لمن قال هي مستحبة كأبي حنيفة أو واجب كالشافعي ومالك. إنما الطمأنينة بسبب الصلاة الطمأنينة ركن في كل ركن من أركان الصلاة. يعني الفاتحة، الركوع، السجود، بين السجدتين، التحيات، لا بد أن تطمئن قائما راكعا ساجدا بين السجدتين. أنت ترى أن الناس لا يصلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. سيد أنا أقول دائما لماذا لا تؤثر فينا الصلاة؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلماذا لم تنهى صلاتنا عن الفحشاء والمنكر؟ لأننا ما أقمنا الصلاة كما أمر الله. إن الصلاة هي الكاملة، الصلاة المعرفة بآية الله إن الصلاة الكاملة، الواجبات ماشي، الأركان ماشي، سنن قولية، سنن فعلية، تتجنب المكروهات والمبطلات، هي الصلاة. عشان كده احنا بنصلي وخارج المسجد شغالين غيبة ونميمة وشجار وخصام. ده الوقت حتى يخش الصلاة هيقف أمام الله عز وجل، شوف واحد جنبه كده ما بيكلموش وسايبه وراح الصف الثاني. طب فين القلب السليم؟ نحتاج إلى هذا القلب السليم. لعل الله عز وجل بالسلام حاجتنا إلى القلب السليم. فين القلب السليم؟ هذه هي الصلاة كما جاء في سنة الترمذي والحديث سند صحيح وحسن عند بعض أهل العلم إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل الصلاة هي أول حاجة الصلاة. أول حاجة ما بالك بقى ده اللي بيصلي، ما بالك اللي ما بيصليش، ما بالك اللي ما بيصليش. أرأيتم لو أن ظهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ هذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد قدام بيته نهر جاري كل يوم يغتسل 5 مرات يبقى عليه وسخة؟ فقالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يبقى اللي ما يصليش وسخ، اللي ما يصليش وسخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا في صحيح الجامع وهو في السنن تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. الحديث وفيه فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون ولا يكتب عليكم شيء. يبقى تحترقون دي من الذنوب والمعاصي. فالصلاة تغسل الذنوب والمعاصي، تغسل الأوساخ والقذرات. طب احنا بنصلي نطلع من الصلاة ما عندناش نية للتوبة ولا عندنا نية ان احنا ننظف نفسنا، يبقى عفوا لم تؤثر فينا الصلاة، لم تؤثر فينا الصلاة. وعلى هذا فقس في من يزكي وفي من يصوم. دخلنا رمضان وخرجنا من رمضان أصبحت العبادات عادات فلم تؤثر فينا العبادة وما حققنا الغاية التي من أجلها فرض الله عز وجل لا أقول الصوم بل فرض الله عز وجل من أجلها العبادات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. حتى في الحج وأختم بهذا، حتى في حج بيت الله عز وجل تجد أن الرجل يدفع الآن تقول ساعة سمعت الحج وصل ل 40,000 و50,000 قلت له احنا مش عارفين في سنتنا لحد ما يموت 40,000 و50,000 جنيه
طيب ماشي مش مشكلة، جمع المال من الحلال وتكفل العناء وسافر لحجية الله عز وجل. ثم خلي بالك بقى ان صاحبنا ده شغال ايه؟ قد يكون رئيس جامعه، قد يكون دكتور، قد يكون مهندس، راجل بتاع كمبيوتر، يعني المخ شغال. عايز اقول يعني مثقف، يعني من الناس اللي هي عقولهم شغال. هي القضيه كلها في العقول الشغاله. عشان كده كلمه الشائعه عند بعض الناس ان ربنا يعرفه بالعقل، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فالعقل من الأدلة التي نستدل بها على وجود الله، لكننا نستدل على وجود الله بالشرع وبالفطرة. عشان كده الراجل اللي قاعد على شط البيض ده الفلاح ده اللي لا بيأذن يقوم طالع مؤذن وبيصلي، لأنه يعلم أن هناك إله خلقه ورزقه وطلب منه العبادة. إنما صاحبنا الثاني الدكتور الكبير رئيس الجامعة أو حتى وزير عنده الحال مفيش إله خالص. يبقى العقل فين بقى؟ مين اللي عنده عقل؟ الفلاح الأمي اللي طالع وعارف إن فيه إله، ولا الثاني اللي يقول لك الحياة مادة والكون يقول لك صدفة إن هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع؟ يقول العقل الاثنين. عشان كده هذا المثقف يروح بره وبعدين يعمل ايه في الحج بقى؟ خلي بالك هو ذاهب لا يعرف الاركان 4، الواجبات 7، المحظورات 11، السنن 7، ما يعرفش الكلام ده كله. انما هو ماشي ورا الناس، ارمي يا دكتور الاداره هنا، هذه رميه شجرات لا كبرى ولا صغرى. الواجب فين؟ الواجب فيهم مش عارف، حط ماشي، تقصير ماشي، كل حاجه ماشي كده، ماشي كده على طول ورا الناس. ارمي حجاره يرمي، طوف بالبيت طوف، يذبح. فين العقل بتاعه؟ العقل بتاعه اداله وجهته وحطه جوه. هو دلوقتي عايز يحكي حاجه مظبوطه. تعرف بالله عليك لو انك انت شفت كده في شوارع مضغام وماسك حصاه صغيره كده بيرميها من الشارع، تقول عليه انت تقول ذهب عقله، تروح تقول له انت بتعمل ايه يا دكتور؟ يقول لك انا برمي هنا في الشارع. ترمي ايه؟ الشيطان. الشيطان ايه؟ انا كنت برمي هناك الشيطان، هنا برضه من الشيطان، الشيطان في كل حته. يقول له لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخس كما في صحيح مسلم، وقال انه لا يصيد صيدا ولا يقتل عدوا، انما يكسر السن ويقطع العين. على طول اول ما ياتي تعالى بقى، تعالى وبيعمل الحاج اهو بقى، كان ماسك حجره بيعمل كم بيعمل. اول ما تقول له دي سنه مش مقتنع، دي بدعه، ايه اللي بدعها؟ ده شيء ايه اللي شرطه؟ هو شغال بقى، العقل يبتدي ايه؟ يشتغل. الواحده برضه نفس الطريقه، لما تروح تحج تيجي تقول لها الحجاب الله مقتنع، الصلاه الله مقتنع. هذا كله غير من خير تعود به هذه الامه في مجموعه من الامور المتراكمه والانفصامات الناقله التي تحتاج الى تصحيح المفاهيم، الى تصحيح المفاهيم. لاننا وجدنا ان كثيرا لا اقول من عوام الناس بل من المتسلمين لا يطبقون العباده كما امر الله عز وجل، بل انه مما يندى له الجميل ان تجد احدهم لا يصلي الفجر، لا يصلي الفجر. وانت تعلم ان عمر رضي الله عنه وان ابا هريره وجمع من الصحابه وايدهم ابن حزم رحمه الله تعالى ووافقه علامه الحجاز ابن باز على ان ترك صلاه واحده حتى يخرج وقتها كفر. ترك صلاه واحده يعني كل يوم يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، قد تجده متسني ومن المتعب، يعني كل يوم يعمل يا كفر يا كبيره من الكبائر، يا كفر يا كبير، خلاص ود الشيطان لو ظفر منك بهذا. فعود على بدء نقول ان العباده هي الحياه، وليست العباده مجموعه من الشعائر والطقوس والعبادات، بل اننا ينبغي ان نضع على صدورنا لافته يكتب فيها قول الله عز وجل: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الابرار، اجعل الحياه زياده لنا في كل
يصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين أجمعين. انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين، انصرهم في بلاد المسلمين، انصرهم في فلسطين والعراق والشيشان والصومال وأفغانستان وفي سائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.